انا من يوم ما شجعت النادي الاهلي عمري ما حسيت بالقهر زي اللي انا حاسه في اللحظه دي. حرام عليكم يا جماعه. حلم 80 مليون اهلاوي ضيعتوه في لحظه، ضيعتوه برعونه، ضيعتوه بعد ما كنا متقدمين في ضربات الجزاء 2-0. يا جماعه حرام عليكم، ضيعوا اول ضربتين جزاء واحنا دخلنا اول ثلاثه. يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم تضيع مننا بعد ده كله. حرام عليكم. ليه كهربا يخش يشوط يا جماعه؟ كهربا يخش يشوط ضربه الجزاء ليه؟ ليه؟ فين عمرو السوليه وفين بيرسي تاو يا جماعه؟ يكون عندي عمرو السوليه اللي هو المسدد الاول لضربات الجزاء بعد علي معلول في النادي الاهلي، وعندي بيرسي تاو اللي شاط ضربه جزاء مثاليه النهارده، والاثنين ما يشوطوش في الخمسه. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ ايه اللي يخلي عمر كمال وايه اللي يخلي كهربا يخش يشوطه يا جماعه؟ كهربا ده يا جماعه لازم يمشي من النادي الاهلي. خلاص انا زهقت من كهربا، ما عدتش طايق كهربا. كهربا ده مش عايز اسمع اسمه تاني في النادي الاهلي. حرام عليك يا اخي. قدام فلومينينزي انت اللي ضيعتنا، قدام النهارده باتشوكا المكسيكي انت اللي ضيعتنا، داخل تعمل لي لقطه على حساب النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده يا جماعه كان هيشطر تاريخ جديد، كان هيتكتب اسمه بحروف النور في تاريخ كره القدم العالميه، كان هيلعب نهائي كاس عالم للانديه لاول مره في تاريخه يا جماعه. وبسبب لعيب مستهتر، لعيب عايز ياخد لقطه، لعيب عايز يعمل ني 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 للجماهير ويحتفل مع الجماهير، ضاع الحلم. بجد حرام عليكم، بجد انا اتقرفت من كهربا، اتقرفت من الاداره، اتقرفت من مارسيل كولر، انا اتقرفت من كله. انا ما عدتش طايق حد. انا لامتى هفضل دايما اخسر قبل نهائي كاس عالم للانديه؟ امتى انا هلعب النهائي؟ يعني هتجيلي ايه احسن من كده؟ انت احسن في الملعب وانت تستحق تكسب، وانت طبيعي ان انت تكسب في 90 دقيقه. ما كسبتش في 90 دقيقه وصلنا ضربات جزاء. الناس ضيعت اول ضربتين جزاء، بتقول لك خد الماتش على طبق من ذهب، خد اكسب، اتفضل اكسب. لكن انت طبعا علشان ما بتديش لكل واحد مجتهد حقه، كانت النتيجه ان انت دخلت لاعب مستهتر، لاعب ما عندوش دم، لاعب ما يعرفش يعني ايه قيمه النادي الاهلي يشوط الضربه الرابعه، وبعديه برضه لاعب يشوط الضربه الخامسه. الاثنين مستهترين، الاثنين فاكرين ان هم خلاص كسبوا الماتش، الاثنين بيفكروا ازاي يحتفلوا مع الجماهير. نفس اللقطه بتاعت شيكابالا، اللقطه بتاعت شيكابالا بتتكرر تاني. فاكر لقطه شيكابالا لما دخل ياخد اللقطه؟ اهو كهربا عمل نفس القصه، وكانت النتيجه طبعا ان الدنيا اتقلبت عليك. وبعد ما كنا متقدمين في ضربات الجزاء رجعت تاني 50-50، وهم بعد كده ما ضيعوش ولا ضربه جزاء، واحنا كالعاده ضيعنا ضربه جزاء خالد عبد الفتاح. والنتيجه النهائيه خساره النادي الاهلي كالعاده في قبل نهائي كاس الانتركونتيننتال. انا بقى نفسي افهم مين هيحاسب الناس دي؟ يعني كهربا ده هيفضل قاعد في النادي ومرضينا كده لغايه امتى؟ وبعدين برضه انا عندي سؤال مهم، امام عاشور ما شاطش ليه؟ مش امام عاشور لعب الماتش كله، ما شاطش ليه؟ يا ترى ايه السر ورا ان امام عاشور ما يشوطش ضربات الجزاء؟ والترتيب بتاع ضربات الجزاء ده مين اللي حاطه؟ ازاي السوليه ما يبقاش في الترتيب؟ وازاي بيرسي تاو ما يبقاش في الترتيب وهم من جوه الملعب يا جماعه؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ تعالى بقى لتغييرات كولر. يا عم كولر حرام عليك، ارحمني ارحمني من تغييراتك. انا عارف ان انت ما عندكش دكه بره، انا عارف ومتاكد ان انت ما عندكش دكه بره، بس انا هسالك سؤال واحد بس، سؤال واحد بس هساله لك. انت وسام ابو علي ده يخرج ليه وينزل كهربا؟ وسام ابو علي يخرج ليه وينزل كهربا؟ وسام ابو علي ده لو برجل واحده، لو مش قادر يجري لازم يلعب ال 90 دقيقه ويلعب ال 120 دقيقه، ما ينفعش يخرج وينزل كهربا. اللي انت عملته ده كارثه في حق النادي الاهلي، اللي انت عملته ده غلطه تاريخيه في حق النادي الاهلي، غلطه لا تغتفر يا مارسيل يا كولر، ان انت تنزل لعيب اكتع، لعيب ما بيعرفش يستلم الكوره مكان وسام ابو علي. كانت النتيجه طبعا ان انت خسرت المباراه. اللعيب يا عيني خارج بيقول لك انا اتغير ليه؟ انا اتغير ليه؟ انا وحش في ايه؟ وعنده حق. مين ده اللي يلعب مكان وسام ابو علي في النادي الاهلي؟ هات لي لعيب واحد يلعب مكان وسام ابو علي في النادي الاهلي. وبعدين برضو في نقطه تانية، انت دلوقتي يحيى عطيه الله اتصاب، ما عنديش مشكله هتطلع يحيى عطيه الله، تودي الباك اليمين توديه باك شمال علشان تنزل خالد عبد الفتاح باك يمين يلعب مكان عمر كمال اللي راح باك شمال مكان يحيى عطيه الله. ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه التأليف ده؟ ما انت عندك كريم الدبيس بره، ما تنزله. هتقول لي ما لعبش كاس عالم، يا عم ما تلعبه كاس عالم، يعني هي جت عليه؟ ما انت منزل لعيب اكتع زي كهربا ملوش فيها اصلا، جت على كريم الدبيس. خليه ينزل يا عم، خليه ينزل، كنت خليه ينزل يا عم. تغييرات منتهى السوء، اداره للمباراه سيئه جدا، كنت انت الافضل، كنت انت الاحسن، ولكن تغييرات كولر هي اللي خسرتنا المباراه دي، وخصوصا كمان اختيارات اللعيبه اللي هتشوط ضربات الجزاء. تعالى بقى للجزء الاهم، الاداره البخيله اللي مش راضيه تصرف. كل كلامنا اللي قلناه عن صفقات الصيف وان انت داخل بطولات كبيره وما ينفعش تخش بمهاجم واحد زي اسامه ابو علي اتحقق.
سبحان الله، كل كلام الجمهور بيتحقق دلوقتي، وفي الاخر احنا اللي بيتحرق دمنا وهم قاعدين عادي ولا على بالهم. اداره بخيله، اداره مش عايزه تصرف. الاداره دي لازم تمشي وما يتجددش لاي واحد فيهم تاني، علشان هم اداره بخيله، اداره بخلت على النادي الاهلي في اهم لحظات الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، في بطوله تاريخيه كانت هتوصل النادي الاهلي للعالميه وهتوديه في حته تانيه خالص بعيده عن كل الانديه. للاسف انتوا السبب الرئيسي في فشل النادي الاهلي في التاهل لنهائي كاس عالم للانديه. مش عايزين تجيبوا اجنحه، مش عايزين تجيبوا مهاجم. انا النهارده يا جماعه مش لاقي جناح. كولر النهارده بيلاعب امام جناح عشان مش واثق في جناح ينزله. انتوا متخيلين الوضع اللي النادي الاهلي فيه؟ متخيلين دكه النادي الاهلي بقت عامله ازاي؟ متخيلين سكواد النادي الاهلي بقى خربان ازاي؟ كولر النهارده بيلعب امام عاشور جناح علشان مش واثق في رضا سليم انه ينزل يلعب جناح، ورضا سليم ده لعيب اجنبي، وبيرسي تاو لعيب اجنبي، واثنين اجانب محسوبين عليك، وما جبتش لعيب يلعب بديل لاسامه ابو علي. كانت النتيجه لعيب اجدع زي كهربا، وكانت النتيجه في الاخر خسرت بطوله مهمه جدا، اهم ماتش في تاريخ النادي الاهلي خسرته بسبب بخل الاداره. يا ناس بقى امشوا وريحونا، والله العظيم الواحد زهق منكم، بجد انا زهقت منكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. انا مش مسامح حد فيكم على المباراه دي، بجد حرق الدم للجمهور. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا شيخ. السلام عليكم.